أويس بن عامر هو أحد التابعين اللي ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسلم وآمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن منعه من إنه يشوف النبي أمه المسنة اللي كان هو اللي بيرعاها. وبالرغم إن هو ما شافش النبي ولا النبي شافه، إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مع الصحابة قال لهم: يأتي عليكم من اليمن أويس بن عامر القرني أشعث الشعر، يظهر عليه غبار السفر، إذا استطعتم أن يستغفر لكم فاستغفروه. فبعد عهد النبي كان عهد الصديق أبو بكر، فكان يخرج لاستقبال أهل اليمن ويقول لهم: أفيكم أويس بن عامر؟ لغاية ما لقاه. قال له: أويس بن عامر؟ قال له: أنا أويس. قال عنك النبي أن لك دعوة عند الله لا ترد، وأنك لو أقسمت على الله لأبرك. لقد حدثنا رسول الله عنك، أكان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ فقال له: نعم. فقال: استغفر لي. فقال له: غفر الله لك. وكان بعد عهد أبو بكر عهد عمر بن الخطاب، فكان يخرج ويقول للحجاج: أفيكم أويس؟ إلى أن عثر على أويس فقال له: استغفر لي. قال له: يا أمير المؤمنين، أنت عمر بن الخطاب. فقال: لقد قال عنك النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، فاستغفر لي. فاستغفر له. فسأله عمر بن الخطاب: رايح فين؟ قال له: رايح اليمن. قال له: أكتب إلى والي اليمن؟ قال له: لا لا لا، اجعلني في غبراء الناس. واختفى بعدها أويس بن عامر. الشاهد من القصة والموضوع إن احنا في أيام مباركة كريمة، فادعوا الله كثيرا، فالدعاء يغير القدر. وإياكم وأن يكون أحد له مظلمة عندكم، أو أن تكونوا ظلمتوا أحد، فيدعو عليكم ويكون بينه وبين الله سر لا يعلمه إلا الله. كل سنة وانتم طيبين، وأيام مباركة عليكم. بس كده يا غالي.